القصايد باسمهم جاءت نهديهم. أربع خشوف الحلا فارق فيه، كل وحدة بالتواصيف محلاها، على العفة دوم أبوهن مربيه، غانم أمرجب كفولات عزواها، القصايد باسمهن جات نهديهن، الخشوف اللي على العز مرباها، الخشوف اللي على العز مرباها، في عبير وصاف ربي محليه، والحلا فارق ترى في محياها، في بدور وصاف كل ما نطريه، حير الشعر باش لون يبداها، في سحر كل الحلايا وتزهيه، والحلا والزينه ربي يعطاها، والحلا والزينه ربي يعطاها، في رشا كل العذرات تماريه، والمدايح منبع الزين تفداها، أمهن أم صالح يوم تماشيه، كالأصيلة بينهن زين ممشاها، من الغلا وزود المحبة تداريه، كل وحدة بالحلا حي ملفاها، كل وحدة بالحلا حي ملفاها، شيخة على المكارم تضريه، والأدب والخلق والذوق مبداها، فارقات ويا عسى الله يخليه، يستحق ان القصايد ومعناها، الخشوف النادرة نسميه، كل وحدة زاهية الزين شرواها، كل وحدة زاهية الزين شرواها. أربع خشوف الحلا فارق فيه، كل وحدة بالتواصيف محلاها، على العفة دوم أبوهن مربيه، غانم أمرجب كفولات عزواها، القصايد باسمهن جات نهديهن، الخشوف اللي على العز مرباها، الخشوف اللي على العز مرباها، في عبير وصاف ربي محليه، والحلا فارق ترى في محياها، في بدور وصاف كل ما نطريه، حير الشعر باش لون يبداها، في سحر كل الحلايا وتزهيه، والحلا والزينه ربي يعطاها، والحلا والزينه ربي يعطاها، في رشا كل العذرات تماريه، والمدايح منبع الزين تفداها، أمهن أم صالح يوم تماشيه، كالأصيلة بينهن زين ممشاها، من الغلا وزود المحبة تداريه، كل وحدة بالحلا حي ملفاها، كل وحدة بالحلا حي ملفاها، شيخة على المكارم تضريه، والأدب والخلق والذوق مبداها، فارقات ويا عسى الله يخليه، يستحق ان القصايد ومعناها، الخشوف النادرة